تعالوا اقول لكم على وصفة بطاطا تجنن، خطيرة جدا. كمان هتخلي السكر اللي في البطاطا كله يطلع. البطاطا بتاعت اليومين دول مش مسكرة خالص، وبتقعد بالساعات في الفرن علشان تستوي، وبحس ان طعمها مش احسن حاجة. لكن بالوصفة بتاعت النهاردة دي هخلي لك البطاطا تنزل سكر، حرفيا طعم البطاطا هيتغير 180 درجة، وهتبقى مسكرة قوي. كمان هتستوي في قد ايه؟ نص ساعة بالظبط، وهتاكلي البطاطا. وهنعملها كمان في صينية على البوتاجاز. يلا بسرعة مش هطول عليكي، وهقولك وصفة البطاطا، بس ما تنسيش اللايك والشير والكومنت. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة انا غاسلة البطاطا كويس قوي، وبغسلها بفرشة فبتطلع تقشر شوية اللون اللي من على الوش بتاع البطاطا، بس انا كده بطمن لما بغسلها كويس. بعد كده بجيب صينية واسعة على البوتاجاز، حطيت 4 معالق سكر، وهحط عليهم ربع كوباية مية من الحنفية. 4 معالق كبار سكر معاهم ربع كوباية مية، وهندوب الكلام ده على نار عالية لحد ما نلاقيه تقل شوية، وبدأ يعمل لون الكراميل الفاتح، اللون الأصفر الفاتح بتاع الكراميل، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما الاقيه خلاص تقل معايا والسكر داب تماما، بروح نازله بقطع البطاطا بتاعتي، وببدا اقلبها في السكر. البطاطا لو كميتها كبيره قسميها على مرتين، وحاولي تختاري البطاطا المتوسطه، مش الكبيره قوي ولا الصغيره قوي. الحجم اللي انتوا شايفينه ده حلو قوي علشان تستوي بسرعه. وبعد كده بحط عليها كوبايه ميه واحده بس، وببدا اقلب كده البطاطا، يعني عشان يبقى ايه، الكراميل ده متوزع في البطاطا في كل الجوانب. خلاص هنغطي عليها وهنسيبها بالظبط نص ساعه على نار هاديه. نار هاديه. طب بعد ما رفعت الغطا لقيتها استوت، لو ما استوتش بغطي عليها تاني وبسيبها 5 دقايق تاني. لكن انا برفع الغطا ولقيتها استوت، فبعلي النار، وببدأ اعمل فتحات بالمعلقة كده جوه البطاطا طالما استوت خالص، وبشربها من السكر اللي طلع عشان قلب البطاطا كمان يكون مسكر واخد طعم الكراميل، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا شكلها يفتح النفس ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها هتقلب الدنيا. ريحتها حلوه، ريحتها واخده من ريحه بطاطا على كراميل، فتجنن قوي. تعالوا بقى اوريها لكم من جوه. البطاطا مستويه دايبه من جوه، فظيعه. وكمان قلبها كله سكر، فظيعه جدا. تحسوا ان البطاطا نزلت كل السكر بتاعها، طعمها حلو قوي. الوصفة دي سهلة جدا وحلوة لما تكونوا عايزين تعملوا حاجة كده حلوة بتدفي في الشتاء وسريعة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، ولادكم هيحبوها ومغذية ليهم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسونيش لايك شير كومنت علشان اعرف رأيكم. كنت معاكم ريهام صبحي، باي باي.